عليكم ورحمة الله. نصر الخليفي رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيواجه مجموعة تاع التهم كتعلق بالاختطاف، الاحتجاز والتعذيب لمدة 6 أشهر في حق رجل أعمال جزائري اللي معروف بالطيب بن عبد الرحمن. هذا الاحتجاز جاء على خلفية عثور هذا رجل الأعمال الجزائري على مجموعة تاع الوثائق اللي توصفت بالسرية وبالحاسة. هذه الوثائق كتعلق بنصر الخليفي. أفادت الوكالة تاع فرانس بريس بأنه تم تعيين 3 تاع القضاة في المحكمة تاع باريس يوم أمس الاثنين باش تحقق في هذه التهم الموجهة لنصر الخليفي الرئيس نتاع فريق باريس سان جيرمان، واللي اتهم فيها باللي انه كيشتبه نصر الخليفي في التوفر نتاع هذا رجل الاعمال على مجموعه تاع الوثائق الحساسه والسريه. كان هذا رجل الاعمال عبد الرحمن الطيب بن عبد الرحمن اللي كيبلغ من العمر 42 عام تقدم بواحد الشكوى كتعلق بتهم التعذيب والاختطاف والحجز في 2020. كيدعي من خلال هاد الشكاية اللي تقدم بها للسلطات الفرنسية على اساس انه سجن لمدة 6 أشهر وتعرض للتعذيب وتوضع تحت قيد الإقامة الجبرية من بعد سمح له بالمغادرة في نوفمبر من نفس السنة بعد ما وقع واحد الاتفاق سري مع نصر الخليفي يقضي هذا الاتفاق اللي داروا معاه باش انه لن يسرب ما عرف بهذه الوثائق الحساسه. بعض المصادر وبعض التقارير الاعلاميه رجحت انه يمكن ان تكون هذه المعلومات الوارده في الهاتف نتاع هذا رجل الاعمال الجزائري كترتبط بالتنظيم نتاع كأس العالم في قطر، وايضا بمنح الحقوق نتاع البث التلفزيوني. دائما في هذا السياق وبعد محاوله نتاع مجموعه نتاع المنابر الاعلاميه استطلاع هذا الراي واستبيان اكثر عدد ممكن نتاع المعلومات، رفضوا المحامون نتاع نصر الخليفي باش يدليو باي معطى في هذا الصدد، قائلين باللي انهم ملزمون بما يعرف بالسرية المهنية. إلا تأكدت هذه المسألة اللي تورط فيها رئيس نادي فريق باريس سان جيرمان نصر الخليفي، غادي تكون ضربة قاضية كتمس كرامة هذا السيد، مستقبله التدبيري في عالم كرة القدم. وشكرا جزيلا.